ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عامله لكم بقى صينيه السعاده، احنا بنقول عليها صينيه السعاده لانها فيها كل حلويات المذبح وكل فواكه المذبح. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو. اول حاجه هنا انا معايا كفته ومعايا كبده ومعايا طحال ومعايا فشه ومعايا لحمه مسلوقه وكبد وكبده وكلاوي وقلب، يعني معايا تشكيله المذبح كلها. تعالوا بقى كده نسمي الله ونبدا. اول حاجه جبت صينيه كده تكون كبيره واسعه، حطيت فيها ربع كوبايه كده من الميه، وبعد كده نزلت بدهن الكلاوي. يعني مع الكلاوي كده بيجي حته اسمها بيت الدهن بتاع الكلاوي، انا قطعتها صغير كده زي ما انتم شايفين. وكمان قطعت معاها حوالي 200 جرام كده من اللي هي دهن الخروف، برضو قطعتها معاهم. وهبتدي بقى ان انا ايه في الميه، حبه الميه اللي انا عملتهم دول اشوحهم تشويحه، وبعد كده نزلت عليهم بحوالي ربع كوبايه من الزيت. يبقى انا حطيت الدهن اللي هو دهن الكلاوي، وكمان حبه من اللي هي الضاني اللي هي دهن الخروف. شوحتهم كده، واول ما هيبتدوا ياخدوا لون هركنهم على جنب. بصوا بقى، نزلوا الدسم بتاعها كله نزل كده زي ما انتم شايفين. ده ايه بقى اللي انا حطيته؟ دي كلاوي وقلب بتاع الخروف برضو، والطحال. كلاوي وقلب والطحال بتوع الخروف انا سلقتهم نص سلقه علشان تستوي معايا بسرعه. هبتدي برضو كده اشوحهم، وكل حاجه بشوحها بحب ارشها كده ملح وفلفل. طب ليه بترشي ملح وفلفل على كل حاجه بتحطيها؟ عشان عايزه الصينيه بتاعتي دي تطلع متحيقه كده وطعمها حلو وكلها متبله في بعضها. شوحت القلب والكلاوي والطحال بتاع الخروف كده كويس جدا، وبعد كده عملت معاه الدهن اللي احنا عملناه في الاول. كل حاجه هحطها اشوحها، وبعد كده ابتدي ان انا اقلب كل الحاجه على بعض. دي ايه؟ دي لحمه كانت فايضه عندي من الفطار بتاع اول يوم العيد. قطعتها برده صغير كده، لحمه مسلوقه قطعتها صغير كده، وقلت برده احطها في وسط الصينيه عشان تتاكل. خدتها برده تشويحتين وقلبت كل حاجه برده مع بعضها زي ما انتم شايفين. بقلب واركن على جنب عشان اخد الحاجه اللي بعديها. دي ايه؟ دي فشه. دي فشه كندوس عادي مع بقى الزور والحاجات اللي هي مع الفشه دي. دي سلقتهم برضو كويس جدا، وبدات ان انا انزل بيهم برضو اشوحهم كويس قوي. عايزه اشوحها، انا مش عايزه هتنشف معايا. هشوحها كده تشويحه بسيطه، وملح وفلفل زي ما انتم شايفين كده. كل ما بحط حاجه برش ملح وفلفل. هفضل اقلب فيهم كده 10 دقايق بالظبط، وبعد كده اجيب كله على بعضه تاني. يبقى انا اي حاجه بشوحها وبعد كده بقلب كله مع بعض واركن على جنب. دلوقتي هنعمل ايه؟ ده طحال، اللي هو الطحال بتاع العجل عادي، او يعني الذبيحه عاديه برضو، سلقاه مقطعاه شرايح كده رفيعه. وبدات ان انا برضو اديله تشويحه زي ما انتم شايفين كده. كل الحاجات دي بتطعم من بعضها وبتاخد من طعم بعضها. دي بقى كفته عاملاها وعملناها قبل كده كتير مع بعض، عملتها كور صغيره كده زي صينيه السمين اللي بتتباع بره. يعني دي زي السمين اللي بتتباع بره في المحلات اللي هي بتاعت السيده زينب والمحلات بتاعت فواكه المذبح كده. بدات نزلت كده برضو بالكفته، ومش هقلبها غير لما تبتدي تاخد لون عشان ما تفكش معايا. اول ما اخدت لون اهو رحت مقلباها تقليبه، وركنتها على جنب تكمل سواها على ما نحط حاجه تانية، عشان الكفته من الحاجات اللي مش بتاخد وقت وانا مش عايزاها تنشف معايا. خلاص كده تقلبتين اتنين وركنتها برضو على جنب زي ما انتم شايفين كده. هبقى ان شاء الله اعمل لكم طريقه برضو سندوتشات العربيات اللي هي بتاعت الكبده والسجق والكفته والحاجات دي. هعملها لكم برضو قريب بطريقه حلوه قوي. خلاص هنا بدأت خلصت الكفتة. هنا بقى دي كبدة، انا الكبدة اللي انا عاملاها دي كبدة ضاني اللي هي بتاعة الخروف. انا جيت يعني بروح كده للجزار اقول له انا عايزة علقة، بيديني العلقة دي. بيبقى الكبدة الكبدة والقلب والكلاوي والطحال كلهم مع بعض. فانا بقى جبت الكبده وقطعتها برده شرايح كده صغيره، وبدات انزل بيها زي ما انتم شايفين. واول ما بحط الكبده بحط لها معلقه من الثوم ومعلقه فلفل اسود، واديها تقليبه وما تطوليش عليها على النار عشان ما تنشفش معاكي، لان هي مش بتاخد تسويه جامده. خلصت الكبده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه؟ انا مقطعه حوالي نص كيلو كده من البصل، مقطعاه جوانح زي ما انتم شايفين. وكمان فلفل رومي على سبايسي، يعني فلفل حامي على على فلفل بارد. وهبتدي ان انا اقلب. طب انا التوابل اللي انا حطيتها للصينيه دي كلها ايه؟ رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كمون، ما حطيتش اي توابل تاني. بدأت بقى ان انا اقلب كله كده مع بعضه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بصوا بقى، ما بتاخدش وقت، وما شاء الله طالعه كميه حلوه قوي، لان احنا حاطين من جميع الاصناف بتاعه المذبح، وطالعه طعمها خطير. لسه بقى كمان هنحط لها ايه؟ هنحط لها معلقه توم تاني. احنا حطينا معلقه توم للكبده، هنبتدي بقى دلوقتي نوسع كده في النص زي ما انتم شايفين، واجيب معلقه توم حلوه واحطها.
معلقه التوم دي بقى الاخيره دي هتفرق معاكي قوي قوي في الطعم وفي الريحه. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها كانت خطيره بجد، كانت ريحتها حلوه جدا جدا وطعمها حلو قوي. حطيت بقى حته التوم ورشه كمون ورشه كزبره بس، وحطيت حبه ملح عشان البصل والفلفل مش اكتر. ما ننساش ان احنا محدقين كل حاجه معانا واحنا بنعملها، فمش هنكتر ملح عشان ما تبقاش حادقه معايا. بصوا بقى دي التقليبه بقى الاخيره، ووطيت عليها النار سبتها 5 دقايق بالظبط على نار هاديه خالص، كله يتشرب من طعم بعضه. عايزه بقى تعمليها رغيفه، عايزه تحطيها في اطباق، عايزه تقدميها زي ما هي، احنا بصراحه قدمناها زي ما هي. هنا بقى كانوا خلاص بقى عرفوا ان هي استوت وريحتها وصلت لهم، نزلوا بقى ايه لقطوا منها. هنا بقى عملنا كمان سلطه طحينه زي ما انتم شايفين، وده كان غدانا النهارده صينيه فواكه المطبخ زي ما انتم شايفين بالجمال اللي انتم شايفينه ده. يا رب تعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايكات، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو، وانتظروني الفيديو اللي جاي. هنا بقى بدأ يلقطوا زي ما انتم شايفين، كل واحد بيحب حاجه بدأ ان هو يشدها. انتظروا الفيديو اللي جاي برضه هيعجبكم جدا جدا.